اللي عايز المتعة يروح السيرك يا معلم يتفرج على النسناس هناك. هي نفس العلقة، هي نفس العلقة من 2006 وعلقة الكابتن حسن شحاتة واتكررت تاني. عاملة بالظبط زي الترند اللي هي يا حسين برضو مفيش، يا حسين برضو مفيش، مات الفرفور. واخيرا بعد ماتش اتم، ماتش مليان توتر من 2-0 ل2-1 ل3-1 ل3-2، منتخب مصر في نص نهائي الكان، منتخب مصر في نص نهائي كاس الامم الافريقية. ممكن يكون الاداء في الاول البطولة مش عاجبنا، مش عاجبني، قلقانين، وكلنا قلنا ان كابتن حسام حسن بيلعب باداء وحش، لكن النهاردة رجع لنا الامل تاني من جديد. ولو ان من وجهة نظري وطبعا بعيد عن كابتن حسام حسن ان المنتخب ما لعبش بطريقة كابتن حسام ولا بطريقة اي مدرب. منتخب النهاردة كسب لاننا احنا المصريين وبس، لكن ده ما يمنعش ان كابتن حسام حسن سايب كل الكلام ورا ظهره وبيركز في ماتشه وبيلعب اداؤه وبيكسب، ما يهموش اي حاجة تاني. وما ننساش ان برضه نفس الكلام اللي بيتقال على كابتن حسام حسن كان بيتقال على كيروش وكان بيتقال على كوبر. انا عمري ما شفت مدير فني كل الجماهير راضية عنه، لو حتى واخد دوري ابطال اوروبا دايما تلاقي واحد بيقول لك والله يا عم مالي فيها. خوفي انا الشخصي ان ما يحصلش زي اخر مرتين وصلنا للنهائي وبعد ما نبدأ نحلم ونقول احنا جينا نخسر في اخر الدقايق. ما انا الصراحة مش مستعد اخسر تاني ضربات جزاء ولا اخسر في اخر دقيقة زي ماتش الكاميرون، انا مش مستعد لكده. لكن حاجة واحدة بس تثبت لي ان احنا كمصريين لما بنشجع حد بنخسف بالارض الصراحة. طول عمرنا الماتش اللي ضامنينه بنقع فيه، او الماتش اللي بنحلم بيه بنقع فيه، اما الماتش اللي بنكون مستعدين او جاهزين للخسارة ربنا بيوفقنا وبيقول لنا انا بوفقكم، انا معاكم. والحوار ده معايا اصلا او مع المصريين من ايام ماتش البرازيل اللي طبعا كلنا قلنا هنخش نخسر 9 وادينا وخسرنا 4-3 في اخر دقيقة بضربة جزاء. وبعدها برضو ماتش ايطاليا وقلنا هنخسر وهنتنفخ وفي الاخر برضو كسبنا هدف 1-0 بهدف حمص نجم النادي الاسماعيلي. لما قلنا بس بقى احنا صاعدين نص نهائي كاس القارات وممكن نلعب النهائي، خسرنا من امريكا 3-0. طبعا منتخب مصر على طول التاريخ ومن أول ما تأسس سنة 1920 ولحد دلوقتي في حاجة غريبة. الحاجة دي إن أنت ممكن يكون ما عندكش محترفين وبتلعب بمدرب وطني أو بيدربك مدرب وطني وبرضه بتتألق، ده أنت بتتألق أكتر ما يكون معاك مدرب أجنبي كمان. في كأس الأمم الأفريقية احنا دايما بنلعب قصاد فرق مليانة محترفين، ده بيلعب في تشيلسي، ده بيلعب في برشلونة، بس بيجي قدامك وتلاقيه بطة بلدي ولا ليه أي عزم. ما أصل هو بيلعب وخايف إن هو يتصاب وتضيع حلمه في الاحتراف، لكن أنت بتلعب بلعيبة أهلي وزمالك وإسماعيلي يابا، أنت بتلعب بلعيبة أقوى من أي حد، ممكن يكونوا في الإمكانيات مش حلوين بس رجال. بما ان قناتي كلها عراقيين يعتبر والبثوث كلها عراقيين، فانا لازم اتكلم على بطولة اسيا 2007 اللي العراق خدتها بالرجولة بعد سنتين بس، 4 سنين، اسف 4 سنين بس، من اسوأ سنة في تاريخ العراق وهي 2003. كرة القدم بالنسبة لي المصريين والطليان اثبتوا ان هي مش امكانيات بس، مش مهارة بس، مش وان تو تيكي تاكا بس، لا دي رجولة. منتخب مصر اللي كل الناس كانت مستنياه يخرج، لا جنوب افريقيا، لا بنين، لا انجولا، لا موزمبيق، لا مش عارف مين، مصر الان في دور الاربعة، مصر الان في نصف النهائي ومقابلة مع السنغال في ماتش انتهى بعد الفوز على الكوديفوار 3-2. ماتش كان عبارة عن تكتيكات، ماتش عبارة عن دفاع خط وسط هجوم، ماتش كابتن حسام حسن مسيطر على كل شيء فيه. طبعا محمد الشناوي واحمد فتوح والدفاع كان فيه مشكلة في العرضيات، لكن رجولة اللعيبة ديت اثبتت ان فعلا اهم حاجة الرجولة. يعني بيني وبينكم ممكن تكون الرجولة بس في كأس الأمم الإفريقية، لأن في كأس العالم ومع إيران مع بلجيكا مع الفرق الأوروبية لا مش كفاية الرجولة، أنت مش هتخش خناقة. بس نسيبنا من كأس العالم والأوروبيين دلوقتي، أنا بقدر أكسب بقوتي، بقدر أكسب بطريقتي قدام الماما أفريقيا.
بطولة أفريقيا عمرها ما كانت سهلة، عمرها ما كانت للرفاهية. مصر النهاردة كانت ماشية بمبدأ من يريد المتعة فليذهب إلى السيرك. ماتش السنغال وانا مقلق منه، بس السنغال مش هي السنغال اللي قابلتنا من كام سنة، ومش هي السنغال اللي خرجتنا من تصفيات كأس العالم 2022.